الله السلام على مولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. لا أعتقد أنني سألقي قصيدة هذه الليلة، وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. الله تكبير تكبير. شكر الله لكم سعيكم شباب جمعية المستقبل. شكر الله للشيخ محمد الحسن سعيه. تكبير تكبير. وسامحكم الله، فقد أرهقتموني من الأمر عسرا أن دعوتموني بعد هذه الكوكبة من حداة الأرواح، حداة الصحراء. تكبير تكبير. لست أدري حقيقة ماذا أستطيع أن أقول. يقولون إن سيدنا موسى عليه السلام بعد أن وقف تلك الوقفة في الوادي المقدس من طوى، وبعد أن كلمه رب العزة كفاحا، مكث زمنا لا يستطيع أن يتحمل كلام البشر. لله المثل الأعلى بكل تأكيد، ولكن لو كان لي في الأمر خيار لآثرت الصمت بعد أن سمعت ما سمعت. تكبير. من شطحات السريالية، وهي مدرسة يقرأ عنها شبابنا في المدارس. يذكرونه من أن أحدهم دعي ليلقي قصيدة على المنصة في حفل بهيج، وتقدم إلى المنصة ووقف باستعداد تام لإلقاء قصيدة، ومكث 5 دقائق واقفا صامتا ثم انصرف والناس يصفقون. تكبير. سبحان الله، أتذوق الآن معنى هذه الشطحة من شطحات أولئك القوم. لعل أحسن قصيدة أستطيع أن أقولها الليلة أن أمكث 5 دقائق صامتا ثم أنصرف. صفق الناس أم لم يصفقوا؟ تكبير. ولكن لعلهم يكبرون. تكبير. الله أكبر. وقد ورد علي فيما سبق أن قلت: لا تحيط اللغات بالشوق، لكن لغة الشوق زفرة وأنين وحنين ملء العروق، وقلب نابض بالجواء ودمع سخين، قلما ينطق الشجي، ولكن لي مع الصمت لو علمت شؤون. ومع ذلك لا بد مما ليس منه بد، وقد طلب مني من لا تسعني مخالفته، طلب مني الشيخ محمد الحسن أن أتقدم وأن ألقي قصيدة بائية وقصيدة تائية، كأنما أراد أن أتهجى الحرف في حفل للحرف والنغم. طلب مني قصيدة عنوانها الرمال الغبر، مطلعها، ولا تنزعجوا لن أقرأها مع الاعتذار الشديد للشيخ محمد الحسن، مطلعها: طائر الرمل يغني عجبا، نحن نشكو وهو يشدو طربا. القصيدة في أكثر من 70 بيت، وحتى حنجرتي وأنا أعاني من التهاب اللوزتين لم تساعدني هذه الليلة بالإنشاد، لو كان لي أن أنشد بعد ما استمعنا إليه. طلب مني أيضا أن أنشد قصيدة تائية، وسآتي من الأمر ما استطعت بأن أذكر مطلعها: لبيك ربي كما تشاء الذات،
فيها لقاطف ثمرها لذات. لبيك إن عج الحجيج بذكرها، لبيك إن خشعت لك الأصوات. لبيك ما نطقت بها أفواهنا إلا وقد سالت بها العبرات. اسمحوا لي أن أهرب من الشعر إلى النثر، إلى خواطر تداعت إلي وأنا أتابع هذه النغمات العذاب، وأتابع ذلك الشعر المجنح المهوم في آفاق التضحية والفداء. وجدت نفسي وكأني في ذلك الملأ ونحن نستمع إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: دونكم يا بني أرفدة. فكيف لو أن بني أرفدة الذين كانوا يلعبون في المسجد الحرام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، كيف لو أن بني أرفدة كانوا يغنون للقدس، لغزة، لفلسطين، لعزة المسلمين. تخيلت ذلك المشهد وأمنا عائشة رضي الله عنها خدها على خد الحبيب صلى الله عليه وسلم تنظر، وبنو أرفدة يلعبون. تخيلت مشهدا آخر، وسيدنا جعفر بن أبي طالب يتوازى يرقص طربا، وقد تلقى وشاحا عظيما حين قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي. تكبير. تخيلت ذلك المشهد وجاريتان تغنيان في بيت أمنا عائشة، والحبيب صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه أو متسجي ثوبه. يدخل أبو بكر وكأنه يهم أن يوقف الجاريتين عن الغناء وعن الضرب بالدف، ويقول: النبي الرحمة، النبي الجمال، النبي الكمال، العبد السيد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد.